ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللي اول مره يشوفني اشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا اللايك يا جماعه، الفيديو النهارده يستاهل اللايك. بقالي فتره كبيره ما نزلتش فيديوهات، كنت غايبه عنكم. وشكرا لكل الناس اللي سالت عليا، في ناس بجد سالت عليا كتير والله. وفي ناس كتيرة حباني، فانا سعيدة ومبسوطة. اكتشفت مؤخرا ان في ناس كتير بتحب تتفرج عليا، وناس بتبقى فرحانة، وناس بتحب فيديوهاتي. دي حاجة اسعدتني. انا لو واحد او اتنين بيتفرجوا عليا بيحبوني بجد، انا فرحانة، يعني فرحانة ان انا بنزل لهم فيديوهات وهم بيبقوا فرحانين وهم بيسمعوني. فانا الحمد لله مش واحد ولا اتنين، ده كتير جدا، من كبير لصغير لوسط. فالحمد لله كل الاعمار بتحبني، اللهم لك الحمد. حبيت بس اشارك معاكم الفيديو ده النهارده لانه من اسعد الفيديوهات على قلبي، يعني تقريبا آه، احلى فيديو على قلبي يعني نزلت في القناه. الفيديو ده يعني مهما اوصف لكم الفرحه بتاعته مش هتتوصف بصراحه. هنا جهزت كل حاجه تبع الحضانه، انا ابني رايح روضه صغرى السنه دي، ففرحانه بيه جدا. اول مره بصراحه اجرب الاحساس ده. فانا عارفه هتقولوا لي عشان اول مره بعد كده هتزهدي، انا عارفه والله ان بعد كده هزهد وكل حاجه، بس انا فرحانه جدا. ويا رب اشوفوا كده ذريه صالحه واشوفوا حاجه كده حلوه في الدنيا. ادعوا له يا جماعه دعوه حلوه كده من قلبكم. فانا يعني ده كان اول يوم، يعني كان خلاص اليوم ده كنا بالليل كده، كان صباح رايح الحضانه. فهنا بعتوا لي كده، الحضانه بعتت لي الطلبات بتاعه روضه صغرى، ورايح روضه صغرى، فبعتوا لي الطلبات بتاعه الروضه الصغرى. جبتها كلها، كل اللي مكتوب جبته. شايفين هنا كده الشنطه القمر دي، شايفين؟ وجهزت برضو الزي، كل حاجه جهزتها عشان لما نصحى الصبح تبقى كل حاجه جاهزه قدامي، مش هدور ادور بقى واطلع، لا جهزت كل حاجه قدامي. طبعا انا هنا هسهر، يعني انا الاول كنت بنيمهم، خلاص نيمت ابني وتمام وخلاص نيمت الولاد، فقلت بقى انا اسهر اجهز الحاجات دي بحيث تبقى جاهزه معايا الصبح، لان انا جبتها قبلها بيوم، يعني اشتريت الطلبات قبلها بيوم يا جماعه. ما رضيتش اجيب قبل كده بصراحه، قلت لما الحضانه تبعت لي واعرف هم عايزين ايه بالظبط، عشان ما اجيبش حاجات يطلعوا هم مش عايزينها، انواع معينه حاجه، لا جبت يعني قلت اشوف الاول العدد والحاجات اللي هم عايزينها. فانا جبت عدد الكراسات بالزياده طبعا وشايلاها، بس هم طالبين العدد ده، اتنين كراسة رياضة، واتنين انجليزي، واتنين عربي، والجلادات وواحدة دين. والجلادات لازم الوان مختلفة عشان الطفل يعرف طلعوا اللون الازرق يطلعه عشان ما يتلخبطوش. هنا كل مادة ولها اللون بتاعها، ازرق واصفر واحمر واخضر. الاخضر تقريبا دين، الاصفر رياضه، يعني كل حاجه مكتوب عليها. حطيت التيكت وكتبت له الاسم وروضه صغرى والمدرسه طبعا كتبتها، كتبت له كل حاجه على التيكت كده اللي على الجلاد، وجلدتهم بشكل حلو زي ما انتم شايفين كده عشان يبقوا جاهزين. وحلوه جدا فكره الالوان في الكراسات، بحيث هو روضه صغرى فيبقى مش عارف قوي، فهم بيقولوا لهم باللون فهو عارف الالوان فيطلع اللون على طول بتاع الكراسه اللي هم عايزينها. هنا طبعا اقلام الرصاص اهو جبت له اتنين، برضو هم كانوا طالبين اتنين، مش فاهمه ايه الفكره في كده ان هم يبقوا اتنين، بس هم طالبين اتنين، فانا حطيت له الاتنين اهم. تقريبا عشان لو قلم ضاع منه يلاقي واحد تاني على طول ما يتعطلش، ده فكري يعني، انا بقول كده بس مش عارفه. هنا بقى استيكه وبرايه وعلبه الوان 12 لون. كل الطلبات ديتي كانت يعني فاهمين كانت مكتوبه واللي هو لازم اجيبها، فجبتها كلها. يعني ربنا يعين الناس بصراحة، ربنا يعين الناس يا رب. بس والله هي لها فرحة. انا عارفة في ناس بتبقى صعب عليها مشتريات المدارس والمصاريف والدنيا غلا وكل حاجة والله، بس معلش اتحملوا وربنا يا رب، يعني الله المستعان. الله المستعان يا جماعة. بصوا هنا بقول لكم انا بحضر الشنطة، شايفين الساعة 12 بالليل حرفيا، استنيت لما الولاد ناموا وخلصت كل حاجة ورايا وسهرت انا بقى كده. انا من الفرح يا جماعة والله ما كنتش قادرة انام، يعني من الفرحه ما كنتش قادره انام، كانه كان يوم عيد عندي. هنا طبعا زي ما انتم شايفين انا خلصت الحاجه الساعه 12 ودخلت، ما كنتش قادره انام والله. فقمت بقى الصبح عشان هو لسه اول يوم، ف يعني مش هياكل قوي لانه فاهمين الاطفال، يعني عملت له كده حاجات على الماشي عشان عارفاه اول يوم وهيبقى مستغرب المكان ومستغرب الحضانه وكده. عملت له اللانش بوكس ده، شايفين انا هنا لبست بقى العبايه السمراء بتاعتي وقلت بقى اروح اوصلها. عملت له سندوتشات كده جبنه ولانشون، وحطيت له باكو بسكوت وشوكولاته. انا عارفه ان الشوكولاته مضره بس انا لازم احايله، فهو قال لي اصبري يا ماما انا هقفل انا العلبه، فهنا بيقفل معايا العلبه، فانا حبيت ان انا افرحه. احط له حاجات بقى عارفه ان هي مضره بس حبيت ان انا احطها له بس يفرح بيها عشان هو بيحبها. هنا زي ما انتم شايفين كده مليت نصها ميه، هي احلى حاجه فيها ان هي مقسومه نصين كده، نص ميه ونص عصير زي ما انتم شايفين، جميله جدا وتحفه جدا. والحمد لله هي من حلاوتها جات لي مكسوره اول يوم.
الغطا اللي على الناحيه بتاعه العصير ده جالي مخلوع ومتكسر مكسور يا جماعه. فانا عارفه الاطفال بيدمروا اي حاجه. وهنا الستيكر اللي على المطبخ محدش يركز معاه، هغيره ان شاء الله. ويلا بقى، سلام.